بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. اخبار نادي الزمالك. الزمالك يضيع فوز مهم جدا جدا على كايزر شيفز. خطأ محمد صبحي كان ممكن برضك في خطأ حصل منه لما تقدم والولد لعب الكورة وجات فيه القائم. محمد صبحي بيفقد التركيز في لحظات. معرفش ده ذنب محمد عواد اللي متألق في الفترة الأخيرة، ولكن عموما أنا شايف إن أسوأ ما في هذه المباراة الحكم الراوندي. حتى الآن لغز عدم الاستعانة بالفار في مباريات دور المجموعات. الاتحاد الافريقي فقير. الاتحاد الافريقي مش ما عندوش القدرة المالية ان هو يعمل فار في دور المجموعات. النهارده شفنا اخطاء فظيعة. ضربة جزاء صحيحة يشيكو بنزا ولا حياة لمن تنادي. هدف صحيح لسيف الدين الجزيري باعتراف خبراء التحكيم. قول لي سيف الجزيري عمل ايه الخطأ اللي ارتكبه عشان الهدف يتلغي؟ النهارده بزيرة نفس الشيء، تعرض لاعتداء من حكم من اللعيب بتاع شيكو بالهاء بتاع كايزر شيفز، ولا حياة لمن تنادي. حكم النهارده فريق كايزر شيف كان بيلعب 12 لعيب، ال 11 لعيب ومعاهم الحكم. مش هنقدر نلوم على اللعيبه النهارده ولا نلوم على احمد عبد الرؤوف يعمل. اللعيبه ادت النهارده، لعبت خط الدفاع كويس جدا النهارده. حسام عبد المجيد ما شاء الله، سيف الجزيري 10/10، محمد شحاته، حتى شيكو بنزل اللي احنا بننتقده دايما النهارده كان كويس، ما كانش وحش. بزيرو عمل اللي عليه، الونش. ولكن خطأ من محمد صبحي في دقيقة 95. خلاص الحكم حاسب في الشوط الأولاني 6 دقايق وفي الشوط الثاني 8 دقايق وقت بدل ضايع. ولكن أنا بلوم على الجهاز الفني والجهاز الإداري اللي ما بيعترضش، قاعدين على الدكة ما بيتكلموش. يعني هدف الجزيري ده أنا أعمل كارثة، ضربة جزاء أعمل كارثة، حالة طرد مستحقة مفيش، ولا اعتراض ولا أي حد بيعترض ولا حد بيقول أنت فين حد. كان ممكن النهارده توصل لنقطة 6 يبقى خلاص ضمنت التأهل أنت والمصري. ولكن للأسف دايما يا جماعة مش لازم إن إحنا بنلعب بره ملعبنا إن إحنا نتعادل أو نتغلب. المصري فاز بره ملعبه، المصري فاز بره ملعبه 3-2، جاب 3 أجوان بره. صحيح الحكم ليه أخطاء وبتاع، ولكن أنا حافظ بقى إن محمد صبحي ذنب عواد، من وجهة نظره ذنب عواد. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ تحكيم ده هما أنت قدامك فرصة بقى 50 يوم تظبط فيهم نفسك. آخر فرصة. سيف الجزيري اللي كان مركون، الله يخرب بيتك يا هنا كبير، عشان الاخ جون ادوارد كان عايز يبيع سيف الجزيري. وياما قلت في فيديوهات، قلت سيف الجزيري مفيد، وفي سيف الجزيري لعيب كويس، وسيف الجزيري مهاجم كويس. وحتى عواد كان عايز يمشي عواد، امال يضغط على عواد، يلا 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 يلا، عايز يديه المصري عشان يجيب المهدي سليمان اللي تمرد دلوقتي. طب بتضيع حاجات غريبه قوي، تفكير غريب. فين مجلس الاداره من القصص دي كلها؟ مش موجود. هما 4 نقط برضك مش وحشين، لازم يبقى عندنا امل، عندنا تفاؤل. عندك بعد كده ماتش مع زيسكو، يعني عندك ماتش بره زيسكو زامبي، وعندك ماتشين. هتلعب ماتش كمان هنا، يعني 3 ماتشات في القاهرة وماتش بره. كل التوفيق وهارد لك لجمهور الزمالك. شكرا.